يبحث المنتخب المغربي عن تكرار إنجاز في مونديال قطر الماضي ببلوغ نصف نهائي كأس العالم على الأراضي الأمريكية، وذلك حين يواجه نظيره الفرنسي في بوسطن في افتتاح دور الثمانية لنهائيات 2026. المزيد في تقرير مراسلنا عمرو فهمي. من جديد يعود المغرب مثبتا سقف طموح جماهيره إلى البعيد، فخطوة واحدة تفصل أسود الأطلس عن الزئير في المربع الذهبي للمونديال كما فعلوا قبل 4 سنوات. لكن تحقيق المراد لن يتم إلا بتسوية الحساب العالق مع المنتخب الفرنسي المرشح بقوة للقب، ما يزيد من دوافع رفاق أشرف حكيمي لمواصلة المسيرة الناجحة وكتابة مجد جديد للكرة المغربية. ستكون مباراة كبيرة أمام أحد أفضل المنتخبات في العالم. الآن يجب أن نستعد جيدا لهذا اللقاء وبشكل جيد، وأن لا نهاب الخصم حتى نحقق المراد. الشكوك حول إمكانية لحاق إسماعيل الصباري بالمباراة لا تبدو مؤرقة على المدى البعيد في ظل إجادة سفيان رحيمي القيام بالمهام التهديفية وتسجيله مرتين في هذه النسخة. فالأهم بعيدا عن الأسماء يظل متعلقا بوصول المدرب محمد وهبي إلى الوصفة المثالية لفك شفرة الدفاع الفرنسي، وكذلك للحد من خطورة الثلاثي الفتاك إمبابي وديمبلي وأوليزي. بالنسبة لمفتاح الفوز على فرنسا لا يمكنني أن أخوض في هذا الموضوع. كل ما يمكن أن أقول إنهم فريق قوي، ومع ذلك يجب أن نستغل نقاط ضعفهم وسنعمل على ذلك. العودة إلى بوسطن قد تمثل فألا حسنا لأسود الأطلس، ففي نفس المدينة حققوا أول انتصاراتهم في النسخة الحالية على حساب اسكتلندا، غير أن الخصم هذه المرة يختلف جملة وتفصيلا ويتطلب بذل جهود مضاعفة. بعد أن أحرج البرازيل وتفوق على هولندا، يثبت المنتخب المغربي أن الفوز على فرنسا ليس ببعيد، فمكانه بين الكبار صار محجوزا، ولا تبقى إلا المبادرة التي تظل معلقة بأقدام اللاعبين. عمرو فهمي، بين سبورتس، بوسطن. في الجهة المقابلة، وبعد الخروج من فخ الباراغواي بصعوبة، سيسعى المنتخب الفرنسي لمواصلة طريقه نحو اللقب، لكن ذلك يمر عبر اجتياز اختبار مغربي بالغ الصعوبة. تشكيلة المدرب ديدي ديشان شبه مكتملة، ما عدا الشكوك التي تحوم حول مشاركة أوريليان شواميني بسبب الإصابة. مراسلنا باسل طبال والتفاصيل. مرت 4 سنوات عن آخر مواجهة جمعت بيننا. صحيح أن التشكيلة اختلفت بمغادرة بعض اللاعبين عندهم. من جهتنا أعتقد أن 11 لاعبا كانوا حاضرين في 2022 و7 لدى المغرب إن لم تخن الذاكرة. المنتخب المغربي ببلوغه المربع الذهبي حينها أثبت قوته، بعدها لعبوا نهائي كأس إفريقيا، وبالتالي نحن أمام فريق جيد. وعلى العموم في الدور الربع النهائي لا مكان للفرق الصغيرة، وندرك جيدا أننا سنواجه منتخبا مميزا. ديشان يعرف أن منتخب المغرب تغير كثيرا مقارنة مع قطر 2022، ويعتبر أن الفعالية مطلوبة للرباع الهجومي، خاصة إمبابي الذي ينافس ميسي على هداف البطولة. باركولا مرشح للمشاركة منذ البداية بدلا من دوي كما حصل في آخر مباراتين، وما زال الشك بين مشاركة شواميني أو كوني. بالإضافة إلى إمبابي، أوليسيه هو من أفضل اللاعبين مع 5 تمريرات حاسمة حتى الآن، وانسجام كبير مع إمبابي. نجم بايرن ميونخ نال بطاقة صفراء أمام الباراغواي، ومهدد بالإيقاف في حال تأهل المنتخب الفرنسي لدور نصف نهائي، وفي حال تم إنذار اللاعب أمام المغرب. والآن مشاهدينا أرحب بمراسلنا من داخل ملعب بوسطن عمر فهمي. أهلا بك معنا عمر. إذا عمر، هو لقاء رد الاعتبار بالنسبة لأسود الأطلس أمام المنتخب الفرنسي وصيف النسخة الماضية. كيف تسير استعدادات المنتخب المغربي، وماذا عن كتيبة ديشان التي ستصطدم كذلك بمنافس قوي وعنيد؟
نعم، مرحبا بك خلود من هنا من أرضية ملعب بوسطن. هذا الملعب الذي سيستضيف المباراة، وبطبيعة الحال يعني هذا الملعب الذي يتسع ل 64,000 متفرج سيكون مملوءا عن آخره. نعود إلى تحضيرات الفريقين. قبل قليل كنا في الحصة التدريبية لأسود الأطلس، سمح لنا طبعا بمتابعة ربع الساعة الأول فقط من هذه الحصة. لاحظنا حضور شادي رياض وغياب إسماعيل صيباري، ولكن مما تعودنا عليه من المنتخب المغربي دوما حتى خلال كأس إفريقيا الماضية أنه عادة ما يخفي أوراقه، وبالتالي حتى وإن كان صيباري لائقا للمشاركة فعادة يخفي المنتخب المغربي صيباري عن الأنظار خلال ربع الساعة المسموح بتصويرها من قبل الإعلام، على أن يدخل بعد ذلك بعد خروج الكاميرات من أرضية الملعب. وحتى الآن لا يمكننا التأكيد بشأن جاهزية الصيباري أم لا، لكن في كل الأحوال بديله سفيان رحيمي سجل أمام كندا، سجل كذلك في مرحلة المجموعات أمام هايتي، وبالتالي لا توجد مخاوف من الناحية الهجومية لدى كتيبة المدرب محمد وهبي، التي ربما اتسمت بأنها تأخذ دائما زمام المبادرة في هذه البطولة، لا تنتظر الخصم حتى وإن كان منتخبا من الصف الأول مثل البرازيل مثل هولندا. صحيح فرنسا هي المرشحة الأولى للقب، لكن سقف الطموح مرتفع داخل المعسكر المغربي. شهدنا يعني بعض المزاح بين اللاعبين، روح من المرح، ولكنه مرح يبقى منضبطا إدراكا لأهمية المواجهة التي تنتظر الفريق. في المقابل المنتخب الفرنسي طبعا يسعى إلى التأكيد على جدارته بالوصول إلى أبعد نقطة ممكنة. آخر بطولة لديدييه ديشان قبل رحيله عن العارضة الفنية للديكا، وبطبيعة الحال هو حتى الآن أكثر المنتخبات إقناعا في هذه البطولة، باستثناء المباراة الأخيرة أمام باراغواي التي أقيمت في درجات حرارة عالية جدا في فيلادلفيا، بلغت 40 درجة مئوية في بعض الأحيان. ولكن حتى هذه المباراة في بوسطن ستجرى ربما في درجة حرارة متوسطة مائلة إلى الحرارة، ستصل إلى 30 درجة مئوية عند انطلاق ضربة البداية على أرضية هذا الملعب، وبالتالي لن تكون الظروف المثالية، ولكن على الأقل تأقلم المنتخب الفرنسي خلال مباراته مع باراغواي على درجة الحرارة العالية. طبعا الخبر غير السعيد للمنتخب الفرنسي هو أن التماسه الذي تقدم به للفيفا بشأن رفع الإنذار عن مايكل أوليزي، هذا الجناح المتألق مع بايرن ميونخ والمتألق كذلك مع منتخب بلادي، لم يقبل، وبالتالي رفض من قبل الفيفا، وبالتالي سيظل أوليزي مهددا بالإيقاف لمباراة نصف النهائي إذا قدر لفرنسا العبور. ولكن طبعا لا يزال الوقت مبكرا للحديث عن هذا. سيتجدد الرهان مرة أخرى على أوليزي، ديمبلي، مبابي في الهجوم، مع إمكانية مشاركة مبكرة لبرادلي باركولا أو ديزيري دوي، وإن كان المدرب ديشان يفضل عادة أن يظل ديزيري دوي هو الورقة الرابحة التي يقلب بها المعطيات، كما حدث تماما في مباراة باراغواي حينما نزل في الشوط الثاني وتسبب في ركلة الجزاء التي سجلها مبابي وانتزع بها تأهل المنتخب الفرنسي إلى هذا الدور. وتلك المباراة بالمناسبة كانت تمثل طالعا حسنا لديشان، لأنه حينما كان لاعبا عام 98 فاز على باراغواي في نفس الدور دور 16 وتأهل إلى الدور ربع النهائي، ثم أكمل المسيرة نحو الكأس. ولكن في المقابل إقامة المباراة هنا في بوسطن تمثل أيضا طالعا حسنا لأسود الأطلس، على اعتبار أنهم فازوا هنا في الدور الأول على اسكتلندا بهدف دون رد. شكرا جزيلا لك عمرو فهمي.